مساؤكم سعيد واهلا وسهلا بكم من جديد هنا عبر قنوات الاس اس سي وعبر منصة الشاهد VIP في ليلة أخرى من ليالي تصفيات المونديال. الطريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ليس مفروشا بالورود، بل أن الصعوبات كانت حاضرة ليس فقط بالنسبة لمنتخبنا المغربي بل لأكثر المنتخبات قوية على مستوى المجموعة التاسعة، والصراع متواصل في الجولة السادسة. من ينظر إلى نتائج المباريات الأخرى سيعرف جيدا بأن إفريقيا ليست كما كانت في السابق، بل أن منتخباتها تطورت وأصبحت تنافس بقوة، خصوصا إذا كانت تلعب أمام العمالقة أمام كبار القوم. أبيوز راح على اليسار بينية، فرصة إلى الزلزولي، العرضية الركنية من الدفاع والكرة ستلعب مغربية. عبد الصمد وبالأساسيين في هذا المساء بقيادة رقم 1 ياسين على هذه الليلة. الكرة ملعوبة يا سلام، انصري بالراس من عيدها، نعم العرضية لمزراوي، الكرة بالراس للمرمى جنوب الدوساكي لما أقفلوا كل الخطوط تقريبا. بينية مزراوي راح، المرور الصافرة لا، دياز يلتحق بالكرة، الفرصة لا زالت مغربية والعرضية ستأتي. منتخبات المرشحة بقوة، الكرة تعود إلى سفيان، العرضي يطلب الكرة، كرة لدياز، إبراهيم عرضية، الصيري والكرة والدفاع واسماعيل الصابري. لا زالت الكرة للمغرب، الخطورة تأتي لكن الحكم يوقف المباراة. الحكم تشادي يوقف المباراة في هذه اللحظات لأن هناك اصطدام بين يوسف النصيري بشكل سليم، المرتدة والسرعة لأجل ياسين بونو متواجد في مقعد الاحتياط، اسماعيل الصابري حتى سوء تفاهم في اللقطة الماضية بين بالعمري وكذلك يوسف النصيري. بالتالي الكرة ضاعت. لابد من التركيز، لابد من التركيز، لابد من الريتم العالي، لابد من السرعة من أجل والكرة إلى ياسين بونو بكل الراسية للزلزولي، الخطورة للصافيري، الحد اليمنى لمصلحة المنتخب الدياز يلعبها إلى مزراوي في كرة ممكن العرضية، التدخل موجود، تدخل قوي جدا في اللقطة الماضية على مزراوي. الزلزولي يستعد للكرة في القائمة الثاني، الراسية لم تأتي، الدفاع يبعدها، تعود تفوز على المغرب وتتعادل مع المغرب. الكرة العرضية الراسية لم يتوقعها بلال الخنوس، توقع أن المدافع أبعد الكرة لذلك رأسيته لم تكن بالتركيز المطلوب وراحت الكرة ركلة مرمى لمنتخب كان وحكم المباراة في تلك الليلة. الثلاثية التاريخية في كأس افريقيا، رومان سايس سجل، استينوناحي سجل، ويوسف النصيري سجل في تلك المطلوب بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي. هنا العرضية 0-0 لا زالت عنوان، هنا العرضية السهلة للحارس يعقوب سليمان ينقض على الكرة ملعب، لا حلول حتى الآن والكرة تمشي بعد. الكرة تعود مرة أخرى، الزلزولي يخطف الكرة البينية خطيرة ما وصلتش، لم تصل إلى السيباري، عادت مرة الزلزولي استلمها على اليسار والعرضية والراسية بعيدة والصافرة فيها خطأ لمصلحة المنتخب التنساني، خطأ لمصلحة المنتخب التنساني. ولا كرة يا يوسف النصيري ولا كرة. مقدم يحيى والعرضية اليمين هيأ الكرة لتنزانيا وفي الجول. أخطر فرصة في المباراة لمنتخب تنزانيا عند 41. مش ممكن على الكرة، شوف كرة واحدة هيأها جواد دياز يحاول أن يجد الحلول، الكرة العرضية لكنها بعيدة سهلة إلى الحارس العمري. الزلزولي استلمها، العرضية في القائمة الجبهة المغربية، كرة خطيرة جدا، خطيرة من مصوبة لكن الحكم يحتسب الخطأ لجواد وبالتالي الكرة تحتسب لمنتخب المغرب بعد الصافرة تشادية. المسؤوليات في هذه الليلة والعرضية والرأسية وين رايحة يا يوسف النصيري، هذه بعيدة. ودي الشوط الأول خلاص حفظناه مفيش حلول، الكرة على اليمين على اليسار في الجهة اليسرى، ولا العرضية ولا الراسية يخلص يا السيباري. اسماعيل الصيباري مع سفيان عنده مساحة يفكر في التمرير، لا فكر في التسديد من بعيد، حلول التسديد من خارج منطقة الجزاء
لم تأتي بجديد، وبالتالي لا زال الكل ينتظر. مفيش تفكير في التغييرات، سيفكر في التعديلات. يوسف النصيري ما شفناش. عمراب فيصل سليم محاولة المرور ويظهر أن هناك شنان، هناك اندفاع. تدخل بالكرة ديال عبد السلفوني تميرة، محاولة راسية تغطية ديال الدفاع والحارس يعقوب سليمان يبعد الخطر. عبد الصمد السلفوني كرفع الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، راسية مرت بالمحاذاة من القائم الأيسر. يبحث يوسف النصيري، خلوس يرفع الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، راسية كرة ممتازة، فرصة جول. مرحبا بك مرة أخرى في صفحتنا التي نشارك فيها الكثير من الفوائد. تابعنا وشارك هذه الفيديوهات مع أصدقائك لكي يستفيد الجميع. سمير إلى meilleure opportunité de travail. قصة من إعداد وتقديم الأستاذ حسن تطوان. هدفي من هذه القصص التي ننشرها في هذه الصفحة وأن تستفيد أنت من اللغة الفرنسية وتكتسب مصطلحات جديدة وأساليب تعبر بها، ولكي تستفيد إلى أقصى درجة من هذه القصص. دائما كل حلقة وكل فيديو من هذه القصص راجعه ويعني استمع إليه عدة مرات إلى أن تكتسب الفقرة التي ندرسها، والهدف أن تكتسب المصطلحات وتكتسب الأسلوب الذي كتب به هذه القصة ويصبح من أساليبك التي تعبر بها إن شاء الله. إذن على بركة الله. هذه قصة سمير، شاب يسكن في قرية صغيرة. سمير un jeune âgé de 20 ans, plein de rêves et d'enthousiasme, vivait dans un petit village au cœur des collines, où le soleil dansait sur les champs verdoyants et où le parfum des fleurs embaumait l'air chaque matin. إذن سمير un jeune âgé de 20 ans, شاب في العشرين من عمره, plein de rêves et d'enthousiasme, مليء بالأحلام والحماس، مليء بالأحلام والحماس. vivait dans un petit village. إذن vivait كان يعيش، استعملنا l'imparfait، كان يعيش dans un petit village في قرية صغيرة au cœur des collines. إذن les collines هي التلال. إذن كان يعيش في قرية في قلب التلال، إذن في قرية على تلة. où le soleil dansait sur les champs. إذن où حيث، يعني تتحدث عن المكان حيث le soleil الشمس dansait sur les champs. إذن كانت ترقص على الحقول verdoyant مخضرة، يعني الحقول الخضراء. السلام عليكم. إذن الشمس دائما تشرق هناك فوق الحقول الخضراء. وأتمنى أنكم تكونوا قد استمتعتم معنا هنا معناها المكان أيضا، يعني حيث، يعني في ذلك المكان le parfum des fleurs، رائحة الزهور embaumait l'air chaque matin. رائحة الزهور les fleurs embaumait تعطر، كانت تعطر الهواء الهواء chaque matin، كل صباح، يعني كل صباح كنت تشم رائحة الزهور. جيد، إلى حد هذه اللحظة سنتوقف في هذا الجزء، ثم الأجزاء الباقية نبدأ القصة إن شاء الله. إذن هنا المطلوب منك أن تعيد إما قراءة هذه الفقرة عدة مرات إلى أن تصبح تقريبا محفوظة، أو تستمع إلى هذا الفيديو عدة مرات لتكتسب أيضا شرح الكلمات الجديدة عليه. إذن نلتقي في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توفر على 6 نقاط، وبالتالي منتخب النيجر تتبقى له 3 مباريات أمام المنتخب المغربي، فتتبقى له مباراتين، مباراة أمام منتخب النيجر في داخل أراضي المنتخب المغربي، ومباراة أمام تنزانيا سيلعب المنتخب المغربي خارج أراضي، وبالتالي نقطة وحيدة تكفي المنتخب المغربي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم أمريكا 2026. إذن أصدقائي، أتمنى هذا الفيديو أن يكون إعجابكم. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في هذه القناة، وانتظرونا إن شاء الله في فيديو آخر قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.